5 علامات يمتلكها البشر تشير صراحة إلى الأيام الأخيرة. أصدقائي المتابعين لقناة كوبتك كوجي، أهلا بيكم بفيديو جديد على القناة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بننزله. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا من الكتاب المقدس، وهو عبارة عن 5 علامات يمتلكها البشر بتشير صراحة للأيام الأخيرة، وهنستند على التعليم اللي جت في رسالة القديس بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموثاوس. هنستعرض العلامات دي واحدة واحدة ونفهم معناها وإزاي ممكن نستبعدها من حياتنا اليومية علشان نعرف نميزها ونحذر منها، وبنعمة ربنا نتجنبها. في الرسالة الثانية للقديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس الإصحاح 3 وآية 2 مكتوب: لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال. دي واحدة من أبرز صفات الناس في الأيام الأخيرة، إنهم هيميلوا بشدة لمحبة أنفسهم. طبعا إحنا كلنا بنحب نفسنا، لكن الأنانية البشعة هي اللي بنتكلم عليها هنا. ممكن نقول إحنا بنحب ربنا وبنحب الناس، بس تصرفاتنا بتبين إننا بنميل بشدة لإرضاء نفسنا وبنحاول نعمل أي حاجة علشان نرضيها، يعني بنعيش لنفسنا بس وبنحاول نرضيها بأي طريقة. فالإنسان دايما بيحاول يرقي نفسه علشان يفضل متفوق على غيره، وممكن يوصل لدرجة ما يبقاش فيها مهتم بحد تاني غير نفسه، ويزدري الناس ويستهين بيهم بلا مبالاة، والنتيجة في الآخر من يحب نفسه يهلكها، بحسب إنجيل القديس يوحنا إصحاح 25 آية 12. حب النفس بيتضح جدا في محبة المال، بس المشكلة مش في الفلوس نفسها، لا، المشكلة في التعلق الضار بيها. محبة المال اللي هي أصل كل الشرور. اللي بيستسلم لمحبة المال الفاسدة دي بيتخلى عن الإيمان والاتكال على ربنا، وبيسبب آلام كتيرة لنفسه ولغيره، زي ما جه في رسالة تيموثاوس الأولى. ولو بصينا على الملك سليمان الغني الحكيم هنلاقيه فرق بين الفلوس كنعمة من ربنا وبين التعلق المرضي بيها، فقال: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. لكن قال: من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل، في سفر الجامعة. وفي سعي وراء الغنى بيلاقي نفسه غرقان في كتير حاجات وحشة كمان، لأن اللي بيستعجل على الغنى لا يبرأ، بحسب سفر الأمثال 20:28. والإدمان ده مش بس للأغنياء، ممكن الواحد يكون فقير أو متوسط الحال وعنده نفس الإدمان، بس لو كان دايما بيفكر بشغف ويتوق للفلوس بشدة ويهتم بيها طول الوقت، فاعرف ان دي العبودية بعينها، وده هيخلي كل حاجة في نظرنا قابلة للبيع، يعني حتى الضمير والأخلاق والقيم. فلو الكلام اللي فات ده ينطبق عليك، اعرف ان انت غرقان في محبة المال، والوحيد اللي ممكن ينقذك منه هو ربنا. علشان كده دي دعوة لأي حد بيسمع الفيديو ده، ان انت لازم تصرخ من قلبك لربنا انه ينقذك من محبة المال المفسدة للنفس. أيضا في رسالة القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس الثانية إصحاح 3 وآية 2 يقول كده: إن الناس في الأيام الأخيرة يكونون محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين. حب الفلوس بيخلي الناس تتعظم وتتباهى بثروتها الزايدة، وبتسعى علشان تحقق كل اللي نفسها تشتهيه. بس لو الإنسان كان فاكر على طول إن كل نعمة صالحة وكل بركة بتيجي من ربنا، ما كانش هيبقى فيه داعي للتباهي خالص. لو الإنسان كان فاكر مصدر النعم وبيقدرها، كان هيمنعه ده من الافتخار بنفسه. طبعا في ناس كتير بتتصف بالسخاء والعطاء، ودي أمثلة محتاجينها في مجتمعنا، بس في كتير بيدوروا على الشهرة والتقدير والمكانة، مش على العطاء الصافي اللي بيمجد ربنا ويخدم الناس في نفس الوقت. الناس زمان حاولوا يبنوا برج بابل علشان يوصلوا للسماء، بس ربنا بلبل ألسنتهم وفشلوا في الهدف ده، وكمان فقدوا قدرتهم على التواصل مع بعض. فالمتكبرين بيعبروا بأفعالهم وكلامهم عن اعتقادهم إنهم أحسن من غيرهم، سواء بسبب وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي أو بسبب مواهبهم اللي ربنا اداها لهم. بس بدل ما يعترفوا بالنعم ويشكروا ربنا عليها، فالكبرياء والتكبر بيسيطر على قلوبهم. والمشكلة إنهم عارفين إن كل حاجة رايحة وهتزول مع الوقت، بس برضو مستمرين في التباهي. الكبرياء ده بيدفعنا نهاجم الناس ونستغلهم. بس الغلط الأكبر إن المتكبرين بيتعدوا حتى على ربنا، بيفتخروا بشهواتهم ويتجاوزوا حدودهم، وبكده بيهينوا ربنا. ودول بيفتكروا إنهم مش هيتحاسبوا على أفعالهم، بينكروا وجود ربنا ويحاولوا يظهروا نفسهم كأنهم آلهة، ودي أكبر صورة من صور الفساد البشري.
بتحتاج كتير من الصلاة والالتصاق بربنا علشان يلين قلوبهم الحجرية، ومن خلال المعرفة الحقيقية الكبرياء ده بيتحول لتواضع حقيقي، والتعظيم بيتحول لانكسار، والانغماس في النفس بيتحول لشكر دائم لرب المجد. أما العلامة الثالثة، فالناس في الأيام الأخيرة هيكونوا غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين. تفتكروا إن اللي بيتكبر ويتعالى على الله ممكن يكون قادر على طاعة واحترام والديه؟ وصية إكرام الوالدين هي الوصية الخامسة من الوصايا العشر، بس الوصايا الأربعة الأولى بتتكلم عن عبادة الله وتقديره، فاللي بيتعدى على الله ولا يهابه أكيد مش هيقدر يقدر والديه صح. في سفر أيوب الإصحاح 21 والآيات 14 و 15 بعض القلوب الغليظة قالوا: ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر، من هو القدير حتى نعبده وماذا ننتفع إن التمسناه. فعدم طاعة أمر ربنا بيظهر في التعدي على حقوق الوالدين، واللي بيقلل من احترامهم وسلطتهم بشكل كبير، واللي في الآخر بيفكك الأسر زي ما بنشوف في الوقت الحاضر. فالأحبار اليهود زمان حاولوا يتفاوضوا في الموضوع ده عن طريق عمل تقليد إن لو الابن كرس ممتلكاته لربنا أو للهيكل يبقى معفي من واجباته اتجاه والديه. بس ربنا يسوع المسيح شجب التصرف ده وقال لهم: مبطلين كلام الله بتقليدكم، بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 7 الآيات من 9 ل 13. وأكتر من كده، اللي ما بيقدرش والديه اللي ليهم الفضل في إنجابه وتربيته أكيد مش هيحترم ولا يقدر حد تاني. وبشكل عام حتى التقدير والشكر والامتنان في الأيام دي بقى قليل جدا، فهنلاقي استخدام كلمات زي شكرا أو لو سمحت أو من فضلك، والكلام اللطيف من النوعية دي بقى قليل جدا. فالزمن ده أصبح مليان بالشرور. يا ريت نتذكر دايما طاعة والدينا في ربنا علشان ده أمر حق، ونتذكر أن طاعة الوالدين أو إكرام الوالدين هي أول وصية بوعد، ولازم أن كل اللي بنعمله أو اللي نقوله يبقى باسم ربنا يسوع المسيح، اللي من خلاله بنعبر عن شكرنا لله الآب بيه، ونتمثل بمخلصنا اللي اتسمت أيام جسده بالشكر، فنقدم ليه حياتنا كذبيحة شكر. فيجب علينا أننا نشكر ربنا على نسمات الحياة وعلى الخير والبركات اللي بنتمتع بيها كل يوم. أما العلامة الرابعة، فالناس في الأيام الأخيرة هيكونوا خائنين، مقتحمين، متصلفين. في سفر عزرا نلاقيه صلى واعترف وهو باكي وصام، وكان بينوح بسبب خيانة أهل السبي. أما النهاردة فالخيانة بقت من أبرز صفات آخر الزمان. خيانة الأهل والأصحاب بقت حاجة عادية. الناس فقدوا الشعور بقبح الغش والنصب والتضليل علشان مصالحهم الشخصية، والخيانة موجودة في كل مكان. الأصحاب والشركاء بيتعاونوا مع بعض علشان مصالحهم الشخصية بس، والخيانة انتشرت في القلوب وخلفت فساد ودمار وراها. لاحظوا كمان ان حتى الخيانة الزوجية بقوا يبرروها بطرق مختلفة علشان الضمير يرتاح او يتخدر، بس هي في الحقيقة خيانة لعهد الجواز الدايم قدام ربنا والناس. والاقتحام او التعدي كمان بيمثل سلوك لا يبالي بمشاعر الناس التانية، فالخاينين بيعيشوا من غير قيود وبيتصرفوا براحتهم من غير مراعاة لأي حد. دلوقتي ممكن الناس تشوف الاقتحام ده انه استغلال للفرص او روح ريادية، بس لما بيوصل لإهانة الناس وتجاوز القيم والمبادئ الأساسية ده بيبقى اقتحام وتعدي بعينه. وبعد كده بيجي الغرور، لما الواحد بيهتم بالفلوس والمظاهر الخارجية بس، فدي بتكون الشخصية الأنانية اللي بتحتل قلب الإنسان من غير مراعاة لأي حد تاني حتى لربنا نفسه. وأقصى مثال على الغرور هو إبليس نفسه، اللي كان عايز يصعد إلى السماوات ويرفع كرسيه ويصير مثل العلي، زي ما ورد في سفر إشعياء إصحاح 14. فالشيطان ده رأس مدرسة العجرفة والتباهي والرغبة في الامتلاك. يا ريت ما نكونش تلاميذ في المدرسة دي ونربط مصيرنا بمصير إبليس اللي هو النار الأبدية اللي كانت معدة ليه هو وملائكته. فالأحسن والأفضل إن يكون دلوقتي ده وقت الرجوع الحقيقي لربنا، ده وقت التوبة، وباب التوبة دايما على طول مفتوح. وآخر علامة يقول عنها الكتاب المقدس: محبين للذات دون محبة لله، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. محبة الله هي الطريق الوحيد للسعادة الحقيقية، لأنه مصدر كل الخير والفرح، واللي بيلاقيه بيلاقي كل اللي هو محتاج له علشان يبقى سعيد. بس اللي بيسعى وراء لذات الدنيا نهايته طبيعي جدا إنها تكون خيبة أمل. في الأيام الأخيرة هتكون الناس بتحب نفسها أكتر من محبة الله، وبرغم إنهم بيظهروا صورة التقوى بس بينكروا قوتها.
وفي انحدار خطير جدا لجهة الهلاك. إما إن تكون محبة الله هي الأولى والأهم، أو تبقى محبة الذات. لو محبة ربنا مش هي الأهم في حياتنا، يبقى محبة الذات هتسيطر وتوصل الواحد لطريق المتعة الحسية واللذات الزائلة اللي هتدمره وتدمر كل اللي حواليه. زي لما واحد يسقط في خطية الزنا، فده بيروح ورا اللذات، زي الطور أو الذبيحة اللي بيتجر للذبح، أو زي الطير اللي بيسرع لجهة الفخ من غير ما يعرف إنه بيعد نفسه للمصيدة. وده اللي قاله سفر الأمثال: ذهب ورائها لوقته كثور يذهب إلى الذبح، كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. الحاجة المحزنة إن البشر في الوقت اللي ربنا بيقول فيه لذاتي مع بني آدم، بيدوروا هم على اللذات بعيد عنه، وبيجروا ورا المسرات الممنوعة واللذات الزايلة اللي في الخطية. فواحدة من أبرز صفات الناس في الزمان الأخير هي التدين الظاهري، ودي من أخطر الحاجات اللي ممكن تحصل في حياة الإنسان، وهي زي عباية بتظهرنا بمظهر جميل قدام الناس، بس بتخبي حقيقتنا الداخلية. فالإنسان ممكن يخدع ناس كتير، بس ربنا عارف كل حاجة عن الإنسان من جوه ومن بره، والوحيد اللي مش ممكن تقدر تخدعه هو الله. فالتدين الظاهري والقناع الكاذب للقداسة ده اللي بنتكلم عليه، صورة من غير روحانية، صورة التقوى من غير قوتها. ده قناع بيدي غطاء كويس علشان الواحد يعمل الشر، وكده بيعيش ناس كتيرة في الرياء والكذب، عايشين في الخطية وفي نفس الوقت بينادوا باسم ربنا من غير ما يعرفوا ربنا المعرفة الحقيقية. وفي النهاية يا إخوتي، ياريت تحذروا من هذه الحياة الباطلة التي تنافي المخافة وتناقض التقوى التي لدى الله. في ناس بتفتكر أن التقوى والقداسة عبارة عن تجارة، أما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى. أخيرا استعرضنا مع بعض صفات الناس في آخر الزمان زي ما جت في كلمة الله المقدسة، علشان كده فلنحذر من هذه الصفات السلبية ونحاول نتجنبها بنعمة الله، ونسعى دايما لمحبة ربنا فوق كل حاجة، ونتمسك بالتقوى الحقيقية اللي بتنبع من قلب مخلص لربنا. أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.